يوم التأسيس. تاريخنا عريق، قيادتنا فخر، مستقبلنا واعد. ينظم نادي الصحافة الرقمية الأمسية الرمضانية بنسختها الثانية تحت مظلة وزارة الإعلام بعنوان يوم التأسيس. تاريخنا عريق، قيادتنا فخر، مستقبلنا واعد، في فندق السعداوي بمكة المكرمة، قاعة الكريستالة العزيزية، بتاريخ 8 مارس 2026 الساعة 10 مساءً. تأتي هذه الأمسية لتسليط الضوء على أهمية يوم التأسيس ودوره في تعزيز الهوية الوطنية، حيث سيستعرض المشاركون تاريخ المملكة العربية السعودية منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى حتى اليوم، وإنجازات القيادة الرشيدة في بناء وتطوير المملكة. يشارك في الأمسية نخبة من الإعلاميين والمهتمين في قطاع الإعلام، وسيتحدث دكتور علي محمد الحازمي رئيس نادي الصحافة الرقمية في الأمسية، وسيقوم دكتور خضر اللحياني مقدم برامج تلفزيونية بإدارة الحوار. ومن بين المتحدثين دكتور فواز بن علي الدهاس أكاديمي ومدير مركز تاريخ مكة المكرمة، ودكتور سعود الغربي مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون. وسوف تكون الأمسية برعاية سعادة الأستاذ عبد الخالق الزهراني مدير عام فرع وزارة الإعلام بمكة المكرمة. محاور الأمسية بنسختها الثانية. تاريخنا عريق. استعراض تاريخ المملكة العربية السعودية منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى حتى اليوم، وتسليط الضوء على أهم الأحداث والمناسبات التاريخية التي مرت بها المملكة. قيادتنا مصدر فخر. الحديث عن دور القيادة الرشيدة في بناء وتطوير المملكة، واستعراض إنجازات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في مختلف المجالات. مستقبلنا واعد. مناقشة رؤية المملكة 2030 وخططها المستقبلية، واستعراض الفرص الاستثمارية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة في المملكة. ستتضمن الأمسية بنسختها الثانية جلسات حوارية لمناقشة أهمية يوم التأسيس ودور الشباب في تحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة في المملكة. الرعاة. شركة الأفكار السعودية للتنمية المحدودة، وشركة عبد الصمد السعداوي، ومجموعة البشري الطبية، وشركة ثمار التخطيط، ووكالة ميديا بوست للأنباء. تأتي هذه الأمسية في إطار جهود نادي الصحافة الرقمية لتعزيز الوعي الثقافي والوطني وتسليط الضوء على إنجازات المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، وإبراز دور القطاع الإعلامي المواطن والمسؤول. وبهذه المناسبة السنوية علق الدكتور علي محمد الحازمي رئيس نادي الصحافة الرقمية رئيس تحرير وكالة ميديا بوست للأنباء كبير المستشارين في مجموعة الإنمائية وخبير تنمية القدرات البشرية على الأمسية الرمضانية بنسختها الثانية قائلاً: يسعدني أن أشارك في هذه الأمسية الرمضانية بنسختها الثانية التي تنظمها نادي الصحافة الرقمية تحت مظلة وزارة الإعلام، والتي تحمل عنوان يوم التأسيس. تاريخنا عريق، قيادتنا فخر، مستقبلنا واعد، حيث هذه الأمسية تأتي لتسليط الضوء على أهمية يوم التأسيس ودوره في تعزيز الهوية الوطنية واستعراض إنجازات القيادة الرشيدة في بناء وتطوير المملكة. أود أن أشكر جميع المشاركين والرعاة على حرصهم في إنجاح هذه الأمسية والمشاركة في المناسبات الوطنية، وهذا وأجب وطني. وأتمنى أن تكون جلسات الحوار مفيدة ومثمرة في تعزيز الوعي الثقافي والوطني. إن يوم التأسيس هو يوم عظيم في تاريخ المملكة العربية السعودية، وهو مناسبة لتذكر إنجازات الأجداد والآباء في بناء هذه الدولة العظيمة،
وإنجازات قيادتنا الرشيدة على مدى قرون من الزمن. أتمنى أن تكون هذه الأمسية فرصة لتعزيز الحوار والتواصل بين مختلف شرائح المجتمع، وأن تسهم في تعزيز الوعي الثقافي والوطني لدى الجميع. شكراً لكم.